السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي قناة كوكب النباتات. والنهاردة معانا شجرة جميلة جدا. دي أحب فاكهة إلى نفسي، فاكهة الجوافة. الجوافة دي فاكهة بتيجي في توقيت مناسب، لأنها من أكتر مكوناتها هي فيتامين سي، وده أشد الفيتامينات الموجودة فيها بكميات غزيرة. ودي بتطلع في شهر، يعني دي الثمار بتاعتها بتبدأ من شهر 8 و9 و10 و11 تكون موجودة في الفترة اللي بيبقى فيها تحولات في الجو. يبقى خلاص فصل الصيف بيبدأ ان هو يودع، واحنا داخلين على فصل الخريف والشتاء والحاجات دي. فكلنا بنحتاج بقى لفيتامين سي يكون بكميات غزيرة. فأحلى فاكهة وأجمل فاكهة في التوقيت ده هي الجوافة، بأنواعها كلها جميلة. فأنا قلت أستعرض مع حضراتكم شجرة الجوافة اللي عندي في الحديقة، ودي تعد أجمل شجرة جوافة عندي في الحديقة وأغلاهم عندي، لأن أنا كنت جايبها شتلة طبعا من مشتل صديق لي، وكان عمرها حوالي سنة، وجت كملت عندي في الحديقة بتاعت اللي هي خلف في البيت. وزي ما حضراتكم شايفين دي لسه تعتبر فيها الثمار، في ثمار فيها خلاص طابت، وفي ثمار لسه النضج لسه معايا ما كملتش نضج. وقلت هي شكلها جميل وثمارها شكلها حلو ووراها جميل. فانا قلت لازم برضو لازم حضراتكم تتفرجوا معايا عليها وتشوفوا المعاملات بتاعتها ورعايتها وكل حاجة عنها. زراعة الجوافة طبعا بتتزرع يا إما من البذور يا إما من الشتل. زراعتها من البذور سهلة جدا، يعني أنت لو فاهم معاك أي جوافية وطلعت منها البذور هتنزرع وتطلع على طول. وأنسب ميعاد لها طبعا بيبقى شهر اتنين وشهر تلاتة. دي فترات الجو بيبقى فيه يعتبر أول الربيع في بدري خالص، ودي بيبقى الفترة اللي فيها فترة سكون العصارة، وكل البذور بتنمو فيه. وتاني حاجة طبعا الزراعة بالشتل، وانا بحب الزراعة بالشتلة زي ما انا جايب الشجرة بتاعتي دي. بحب انا الزراعة بالشتلة لانها سهلة وما بعانيش في التوقيت. يعني بدل ما تقعد معايا مثلا الشجرة سنتين ونص او 3 عشان تثمر وتبشر، لا ده انا كده ممكن اجيبها سنة واحدة. بتيجي تيجي من المشتل عمر سنة او عمر سنة ونص، وتيجي تكمل عندي يا دوبك سنة واحدة وتكون اثمرت زي ما حضراتكم شايفين. وهي شجرة الجوافة رعايتها سهلة جدا، يعني مجرد هي عاوزة شمس مستديمة على طول، وعاوزة ري مناسب، مفيش أزيد من كده. وطبعا ورق الجوافة شكله جميل جدا ماشي. والورق ده ليه استعمالات طبية كتير، يعني بيستعمل في الكحة المزمنة، وبيستعمل في السعال الديكي، وبيستعمل في الحساسية بتاعت الرئة. يعني الورق ده بيتاخد ويتغلي على مية ويتشرب. وثمارها طبعا في التوقيت اللي انا اتكلمت عليه ثمار جميلة جدا كلها فيتامين سي. يعني جوافية واحدة 100 جرام فيها كمية الكافية لطول اليوم كله من فيتامين سي. مش عاوز بقى اي حاجة من بره خالص، دي هتكفيني. والجوافة طبعا أطفال بتحبها، كبار بيحبوها، مفيش حاجة تمنع أكل الجوافة خالص. فثمار الجوافة دي جميلة ولذيذة ومفيدة جدا طبيا وفيتامين وكله. وأنصح كل الناس إن شجرة الجوافة اللي ما عندوش حديقة ممكن يزرعها على السطح بتاعه. يعني لو أنت رحت جبتها من مشتل عمر سنة، وانت هتكمل عندك ممكن تتزرع عندك في قصيص كبير 60 70 سنتي او في برميل حسب يعني راحتك. بس اهم حاجة الصرف المناسب لشجرة الجوافة، لازم نوفر لها صرف مناسب. وتربة برضو مختلطة 50 في 50. والتسميد لو اتكلمنا عن التسميد بتاعها طبعا تسميتها بيكون في شهر 12 ماشي، في فترة سكون العصارة. نبدأ بقى الشجرة محتاجة للرعاية والخدمة في التوقيت ده. هنبدأ نسميتها بالسماد العضوي المتحلل، اللي هو السماد العضوي المتحلل اللي هو بقايا الأبقار عزكم الله ماشي. أو لو في طيور ومزارع وفراخ وحاجات من دي يبقى أحسن.
وبلاش البط والوز والحاجات دي، لا خلينا في الفراخ بس، والحمام زبل الحمام طبعا. ده انقى انواع السماد. ده بيستعمل في شهر 12 ويستعمل في شهر واحد واخر 3، ممكن نسميتها مرة ومرتين كويس. ومع الري المناسب هتبقى ايه، هتبقى كويسة ان شاء الله، واوراقها هتخضر. وتبدأ بقى ايه، نطلع من الخريف واخر للشتاء، ونخش بقى ايه على ايه، على ان شاء الله على مراحل النمو بتاعت الجوافة. وطبعا شجرة الجوافة شكلها جميل جدا لو زرعناها على السطح شجرة او 2 في برميل، يعني ممكن في كل برميل او قصيص كبير حسب امكانيات حضرتك، هتبقى شكلها جميل. لان هي الجوافة لها شكل كده، لا مفيش حاجة شكلها من الفواكه خالص، ورقها مغري وشكلها وثمارها حتى شكلها جميل، وهي متدلية كده. يعني هي حتى شكلها كده يفتح النفس لوحدها الجوافة دي. فأنصح كل واحد يكون عنده سطح بدل ما يسيبه مهمل من الكراكيب والحاجات دي، لا ممكن نستفاد وممكن نزرع جوافة، ممكن نزرع توت. أنا زارع عندي على السطح بتاعي زارع شجرتين توت، واحدة توت عماني واكل منها بقالي 2 باكل منها و10 على 10، وزارع التوت اللي هو الصيني. في ناس تقول عليه التوت الصيني، وفي ناس تقول عليه التوت الايه، التوت الياباني، وده جميل جدا. فشجرة الجوافة دي انصح ان احنا كلنا اللي عنده مكان فوق السطح ببرميل يزرع شجرة، وهي مش غالية. ده انا لو رحت اجيبها من المشتل بحوالي 5 جنيه الشتلة بتاعتها، الشجرة كلها عمر سنة بتبقى ب5 جنيه مفيش غيرها. ولو لقيت في مشتل تاني يوم خلاص يعني هتبقى غالية، هتلاقيها ب15 20 جنيه. فهي مش غالية ولا حاجة، بس أهم حاجة نجيبها في عمر مناسب عشان ما تغيبش عندك. ولو احنا زرعناها على السطح طبعا المعاملات بتاعت زراعة البرميل أو السطح غير التربة المستديمة. هتعوز ري على طول، يعني يوم ويوم طبعا، وهتعوز رعاية، وهتعوز سماد برضو. شجرة الجوافة شكلها جميل، يعني متعة مشاهدتها كده، جميلة جميلة جميلة، وراها جميل. ولو هي على السطح عندي، لو اللي ما عندوش حديقة طبعا وعنده سطح بس، شكلها جميل. يعني الفرجة لها كده شكلها جميل. وهي تعتبر ان هي يعني هي نبات صيفي شتوي، بتاخد جزء من الصيف وجزء من الشتاء برضه. يعني هي شجرة متكاملة جميلة، وكفاية ان بتدينا كل اللي احنا عاوزينه من فيتامين سي، وثمارها شكلها جميل. يعني انا انصح كل واحد ان هو يزرع شجرة الجوافة، لانها ما بتاخدش رعاية كتير، وما النضوج بتاعها ما بيحصلش في وقت واحد. يعني ممكن تلاقي النهاردة 2 كيلو في نضوج، بكرة في ايه بكرة، يعني ما بيحصلش ان هي الثمار بتخرب كلها في وقت واحد، لا الثمار بتبقى بتنضج بالتدريج. ويا ريت اكون افدتكم ببعض المعلومات عن شجرة الجوافة الجميلة. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناة. وبالنسبة يا ريت اللايك والشير طبعا، لان ده بيرفع من مستوى القناة في المشاهدات. ويا ريت تدعمونا شوية اذا كان في الاشتراكات او في اللايك والشير والحاجات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.